السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أطرى وألذ وأسهل وأهش كيكة عملتها في حياتي. النهاردة هنعمل كيكة الحليب المغلي أو الحليب الساخن بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة اللهم بارك روعة. شايفين الكيكة حاجة كده تفتح النفس، جميلة جدا هشة، مكونات اقتصادية موجودة في كل بيت. لو جربتيها بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها أبدا إلا بالطريقة دي. لو أول مرة بتشوفيني، أنا عزة ودي قناتي. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. في بولة فاضية هننزل ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وكمان هنضيف كوباية من السكر، استخدمت السكر الحبيبات عادي، وكمان هنضيف نص معلقة من الفانيليا البودر، ولو عندك السايلة استخدميها. وهنبدأ نشغل المضرب. لو عايزة تستعملي المضرب السلك براحتك مفيش مشكلة، بس حبيت اسهل على نفسي واستخدمت المضرب الكهربائي. هنبدأ نضرب كده لحد ما لون الخليط يفتح ولونه يبقى فاتح وكمان حجمه يتضاعف. شايفين لون الخليط بقى فاتح جدا ما شاء الله وحجمه تضاعف. وخلاص كده بعد ما ضربت البيض والسكر كويس جدا، دلوقتي هنضيف معلقه كبيره من الخل. والخل يا بنات هيخلي لون الكيكه فاتحه معاكي جدا، وكمان هتبقى شاهقه الارتفاع، ارتفاعها هيبقى عالي جدا. دلوقتي جهزت كوبايتين الا ربع من الدقيق، نخلتهم مرتين، ولو عايزه تنخليهم 3 مرات هيبقى افضل. هننزل بدقيق كده على دفعتين، وهنضيف كيس كامل من كيك شيف. كيك شيف ده وزنه 16 جرام، هنضيف كيس كامل. وهنبدأ نقلب. احنا لحد دلوقتي ما ضفناش اي مادة دهنية ولا ما ضفناش الحليب. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنبدأ نقلب كده في اتجاه واحد. هننزل بباقي كمية الدقيق، يبقى مقدار الدقيق اللي عندي كوبايتين الا ربع. وخلاص كده بعد ما قلبت الدقيق كويس جدا، دلوقتي هنركنه على جنب، وهنجيب حلة اي حاجة تكون هترفعيها على النار لان احنا هنغلي الحليب. خلاص كده بعد ما جبت الحلة، دلوقتي هنضيف كوباية الا ربع من الحليب، وكمان هنضيف عليه 100 جرام من الزبدة، ما يعادل كده نص كوباية من الزبدة. وهنرفع الحلة على النار وهنسيب لحد الزبدة ما تسيح والحليب يغلي، وبعد كده نرجع نشوف باقي الخطوات مع بعض. اتمنى منك لو لسه مكملة الفيديو لحد دلوقتي ياريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هاخد الحلة دي وهرفعها على النار وهنرجع نشوف باقي الخطوات مع بعض. وخلاص كده دلوقتي رجعت بعد ما غليت الحليب والزبدة. هنضيف الخليط وهو ساخن زي ما هو كده، متقلقيش البيض مش هيستوي ولا اي حاجة. عايزه اقولك الكيكة بالخطوة دي هتبقى هشة وجميلة جدا. هنبدأ نقلب كده في اتجاه واحد، ونزل بكمية الحليب والزبدة مرة واحدة. شايفين القوام ما شاء الله اللهم بارك، القوام تحفة والمقادير مظبوطة جدا. ان شاء الله هتجربيها بالطريقة دي وهتبقى ناجحة معاكي من اول مرة. شايفين القوام بتاع الخليط ما شاء الله جميل جدا. هنقلب كده كويس جدا بحيث نتأكد ان كل الخليط اختلط ببعضه. وخلاص كده الخليط بقى جاهز معايا. دلوقتي هجيب اصغر صينية في الطعم المستطيل، ودهنتها دهنة خفيفة من السمنة. دايما في الكيك بحب كده ادهن الصينية بالسمنة، ما بحبش ادهنها زيت. وهننزل بالخليط. شايفين القوام ما شاء الله اللهم بارك روعة. هنزل الخليط كله بالطريقة دي. اول معلقة كده هنحرك كده الخليط او هنسوي الخليط بحيث ما يبقاش فيه فراغات في الكيك بعد التسوية. وهنخبط الصينية كده خبطتين، وبعد كده هندخلها الفرن على الرف الأوسط. خدت معايا بالظبط 25 دقيقة، وهتخرج بالجمال والحلاوة اللي انت هتشوفيها دي. بستغرب كتير جدا من الناس اللي بتقولك سيبي الكيكة 40 دقيقة و45 دقيقة. بصراحة بتاخد معايا بالظبط 25 دقيقة وبتخرج بالجمال اللي انت شايفاه ده. وهي سخنة كده ولسه خارجة من الفرن هنضيف معلقتين مربى من أي نوع مربى يكون موجود عندك. المربى اللي أنا استعملتها دي مربى مشمش. وهنبدأ ندهن الكيك بالطريقة دي. حاولي كده توزعي المربى على الكيك كله. تقدري كمان لو ما عندكيش مربى وعندك عسل ابيض تضيفي معلقه وتدهنيها بالطريقه دي. شايفين شكلها ما شاء الله اللهم بارك تحفه. دلوقتي عندي شوكولاته فرماسيل وجوز هند. لو ما عندكيش تقدري تضيفي سوداني مجروش او اي نوع مكسرات عندك مجروش تضيفيه على الوش بالشكل ده، هيديكي نتيجه اللهم بارك تحفه. شايفين شكلها حاجه كده تفتح النفس وجميله جدا. هسيبها تهدى. عايزه اقولك ولادي ما صبروش عليها ان هي تهدى، قطعتها كانت دافيه، انما انت سيبيها تبرد تماما. وهنبدا نقطعها بالطريقه دي. قطعيها على عدد افراد اسرتك. شايفين الكيكه ما شاء الله السكينه بتجري فيها جري، حاجه كده تحفه هشه جدا اسفنجيه.
ان شاء الله هتجربيها مش هتبطلي تعمليها ابدا الا بالطريقه دي. هنبدا نقطعها. اتمنى منك ان شاء الله كده تشوفي فيديوهاتي كلها وتقيميها، ولو عجبتك القناه يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وكمان عشان قناتي تكبر بيكم. شايفين الكيكه لونها فاتح جدا من جوه وهشه حاجه كده اللهم بارك، فعلا تستاهل التجربه. كمان الارتفاع بتاعها جميل جدا، التسويه ما شاء الله رهيبه، ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. هنبدا كده نقطع القطعه ونشوف من جوه شكلها عامل ازاي. شايفينها من جوه ما شاء الله اللهم بارك، لونها فاتح جدا، مستويه حاجه كده تحفه، هشه جدا. اتمنى ان شاء الله الوصفه تكون نالت اعجابكم، وتدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واشوفك في فيديو جديد، ومع السلامه.